المهم فتحت الفسيخ. اول ما فتحت الفسيخ انا عايزه اقول بس حاجه بسيطه كده للناس اللي بتسمعني النهارده او بيحبوا الفسيخ. يا جماعه مين قال ان الفسيخ ريحته فل وياسمين؟ يعني فسيخ يعني ريحته مش حلوه. لا، الناس اللي بتاكل الفسيخ هتعرف ايه هي ريحه الفسيخ عامله ازاي. اول ما فتحت اول كيس معايا كده لقيت فسيخيه كبيره وما شاء الله قد دراعي، وعايزه اقول لكم مزبد، واللون زي ما انتم شايفين لون وردي. الفسيخه كمان السمكيه ديت سمكه فيها نسبه دهون شويه، يعني سمكه كده سمينه، فعشان كده تلاقوا طعمها هيبقى حلو قوي قوي. برضو جبت سمك تاني بقى دوت كيلو فيه 3 وحدات، حلو قوي قوي. وعايزه اقول لكم يمكن انا عجباني الريحه عشان بحب الفسيخ، بس اكيد لو انتم مثلا بتتفرجوا عليا ما بتحبوهوش فاكيد مش هتحبوا ريحته ولا طعمه. اما الناس بقى الحلوه اللي زي كده اللي بتموت في الفسيخ والشوكه الحلوه اللي ما بتترميش ديت، هو دوت اللي هيعجبكم. تعالوا نتكلم شويه بقى. اقول لكم انا صحابي بقى لما جم وعزمتهم على العزومه ديت بصراحه هم اتفاجئوا. عامله لهم بقى النهارده فسيخ ورنجه وسردين وحاجات حلوه كده تشوفوها معايا. وغير كده وكده ما اكلمكم بصراحه انا ليه بقى عملت كده وليه مكه. وانا بقى ايه في اخر اليوم بتاعي اول ما امسك التليفون كده مكه تطلع لي الساعه 2 بالليل وهي عماله ايه تفضي البرطمان اللي انا ماسكاه دوت وتقعد تاكل في الفسيخ بالعيش المحمص. وهتلاقوني انا جايبه عيش محمص زيها وبعمل زيها دلوقتي وبعصر الليمونه. بصراحه كل يوم الساعه 2 بالليل يطلع لي الفيديوهات بتاعتها. حرام عليكي يا مكه اللي بتعمليه فيا ده.